السلام عليكم. معكم الشيف سيمو. مؤخرا راج واحد الفيديو تشهيري بمقهى سيمو كيك. المهم قبل ما نبدا نعطيكم واحد النبذه على عبد ربي، باش ان شاء الله يعني كل شيء يكون فاهم وكل شيء يكون عارف. الحمد لله ديبلومي في الفندقه 2010 بالحوزيه. بعد 10 سنين ديال العمل باحدى المخابز، فكرت انني ندير بروجي في مدينه الجديده الحمد لله من 2020. وكيف ما كيعرفوا الناس كاملين والناس اللي شجعونا من الاول، كان عندنا المحل الاول في حي المطار، من بعد مشينا لحي السلام، وبعد عامين دابا درت مقهى سيمو كيك اللي الحمد لله كانت مقهى في مستوى، والامتيازات ديالها راه بلا ما نحتاج انني نشكرها لكم. مقهى عائليه. منذ ذاك الحين الحمد لله وحنا خدامين باش اننا نرضيو الكليان ديالنا بواحد الجوده عاليه، وفي ظل الاكراهات ديال الدومين. الحب ديالنا هذه المهنه يعني منذ الدراسه ديالنا والتوجيهات ديالنا. اهم حاجه هي النظافه، واهم حاجه هي التوجيهات اللي كنوجه للناس اللي خدموا معايا الصارمه هي النظافه. وسولوا الناس اللي دازوا خدامين معايا، يعني اول حاجه كنقولها راه هي النظافه اهم حاجه، والحمد لله هادشي قرينا عليه في الفندقه، مآمن بهذه المسائل كامله. بغيت نشرح لكم شنو وقع مؤخرا. راج فيديو تشهيري بالسمعه ديالنا. بالنسبه شنو وقع هو احنا المقهى شنو كتقدم الفطائر، العصائر، المشروبات، وكتقدم كذلك لي كريب. يعني ليس بمطعم، يعني ما كنديروش الاكلات السريعه غير لي كريب في العشيه. طريقه تحضير الكريب كيكون مثلا السيده اللي في كوزينه كتقوم بالتحضير ديالو، خرج عند شاف بار، من بعد عطاه السيرفيس، يعني ثلاث الناس اللي داز عليهم داك الكريب. من بعد قام احد الزبناء بتصوير الفيديو. كيف ما لاحظتوا في الفيديو الطريقه ديال التصوير ديالو بواحد الضحك، وبحال الناس هادو لقاو شي حاجه اللي انجاز. اللي كنعرف انا وبحكم التجربه ديالي ان الانسان ملي كيلقى شي حاجه اللي ما غتعجبوش وشي حاجه بسيطه، وهذا الشيء ديجا وقع علينا، كيعيط على المسؤول وكنجيو وكيعبر على الغضب ديالو وعلى الاستياء ديالو، كنشرحوا ليه الموقف وكنعتذروا ليه وكنقوموا باجراءات في ظل داكشي. كاين اللي كيجي وكيقول لك انا ما عجبنيش الحال وما غاديش نبقى نجي، وكنتقبلوا اي حاجه. وحنا خدامين كيف ما كتعرفوا انا الدومين ديال المطعم، الدومين ديال الماكله بصفه عامه، كاين واحد الريسك. حنا ماشي كنبروا ولا ماشي زعما كنعطي مبررات لراسي، انا بالعكس بقى فيا الحال واحد الدرجه ما كتصورش، الى درجه انني وليت كنقول مع راسي هاد الدومين خصني نحبسو. علاش؟ حيت عندي واحد الفوبيا، عندي واحد الخوف اللي ديما انني خصني نقدم شي حاجه زوينه للكليان، حيت بيناتنا الحمد لله ماشي المحل معروف باكس، معروف بواحد السيد اللي بدا من الزيرو، اللي كل شيء كيعرف القصه ديال سيمو كيك. بدات في ازمور، من بعد جا دار المحل ديالو، وغادي خطوه خطوه. يعني الناس اللي بدينا الحمد لله كنساهموا الحمد لله، خدامين معنا بزاف ديال الناس. كتعجبنا المدينه ديالنا، كنبغيو نقدموا شي حاجه زوينه لهذه المدينه بحكم الحب ديالنا للمدينه. يعني الحمد لله عندنا غيره على الوطن، كيف ما اي واحد في هذه البلاد هذه خصو يخدم على راسو ويخدم مع الناس ويساهم في التنميه. هذا الشيء اللي كاين الحمد لله. الناس اللي كيعرفوني عن قرب عارفين هذه المسائل كامله. الغيره ديالي على المحل، الناس اللي كيتواصلوا معايا، الناس اللي بقى فيهم الحال. نقول لك واحد النسبه كبيره ديال الناس اللي قالوا لي احنا راه ماشي اول تعامل ديالنا، راه ديما كنجيو، لو ان كان شي حاجه اللي تمس سمعه المحل راه كون حنا لقيناها. يعني الناس الحمد لله اللي كيجيو للمحل راه عارفين القيمه ديال المحل. بالنسبه للناس اللي وقع دابا، كاينين الناس اللي ما عمرهم ما جا للمحل، كيبني وكيحكم على فيديو اللي منتشر. انا ما غاديش نبدا نهضر في الحيتيات ديال الفيديو، واش مفبرك، واش بصح، واش تقصير، غنخليها مبهمه، حيت انا براسي ما تصدمت وبراسي انا ما عارفش. كنتمنى من الله كما قلنا في قضاء وقدر، كما الله كيعطينا
كيما الله نشكروه في السراء نشكروه في الضراء، حيت هو عطانا واحد الحب للناس وواحد المحبه ديال الناس لله، وكيشجعونا من 5 سنين دابا الحمد لله وكيبغيو لنا الخير. كيف ما ابتلانا الله بهذا الشيء اللي كنواعدكم ان شاء الله في المستقبل هذا الشيء غادي ما غاديش يبقى، وغادي ندير واحد الاجراءات احترازيه ضد اي حاجه باش يكون الامور ان شاء الله. واي حاجه عندي فيها الريسك ولا عندي فيها مشكل غادي نحيدها باش ان شاء الله الزبناء ديالنا تبقى واحد القيمه وواحد السمعه اللي بنيناها في 15 سنه. ما يمكنش واحد اللحظه وواحد اللحظه غيمشي كلشي، حيت هاد الشيء قسما بالله العلي العظيم اللي درت هاد الشيء كنديرو عن حب وعن عشق. هاد المهنه ماشي مساله ماديه معنويه اكثر من انها ماديه، عن حب وعن عشق. كيف كنقول واحد المساله، راه كيف ما استاذ تبارك الله عليهم كيقريو اجيال وقراونا حنا اجيال، راه شاف باتيسري وبالنسبه لي انا راه بزاف ديال الناس تعلموا معايا، وماشي العشرات المئات ديال الناس، وعيطوا عليهم وسولوهم والحمد لله. يعني ما عندناش شي حاجه سر المهنه، رغم ان الدومين كيهضروا على اسرار المهنه. اي واحد كيجي كيدخل كيتعلم وكيمشي بلاصه اخرى الله يسهل عليهم الله يسر لهم. اللي بغيت نقول لكم يعني ماشي وقعت واحد الحاجه يعني نتحطم ولا كاين واحد الناس اللي غاديين يحطموني، وكاينين بزاف هذا المحل كيسترزقوا منه الله. يعني كاينين الناس حيت لا حطمتوني انا ما غاديش تحطموني غير انا، غادي تحطموا بزاف ديال الناس، غادي تحطموا بزاف ديال الشباب اللي كيحلم انه يدير بروجي دومين ديال الماكله. اي واحد فيكم اللي ما عندوش اللي غينتقدني الله يسهل عليك دير شي مخبازه ولا دير شي محل غادي تفهمني وغادي تعرف. وحتى هاد الوليدات ولا هاد الناس اللي صوروا هاد الفيديو تشهيري قسما بالله ما زعما النهار كنتمنى لكم ديروا شي محل ديال الماكله، يا ربي تسهل عليكم باش تفهموا وتعرفوا الاكراهات ديال الدومين، وان الخطا راه 1% وخا دير اللي دير يقدر يكون. انا ماشي كنعطي مبررات لنفسي، انا غلطت وانا اتحمل المسؤوليه كامله كيفما كانت، سواء كان مفبرك سواء مفتعل سواء اتحمل سواء الفريق العمل ديالي سواء برودوي. يعني انا اتحمل المسؤوليه كيفما كانت، والحمد لله كنقول لي جات من عند الله مرحبا بها كيفما كانت. الحب ديالنا للمهنه ما غيساليش، وغادي نزيدوا نقوموا بالاجراءات النظافه مجموع من الاشياء. اللي بغيت نقول للناس اللي ما كتعرفش سيمون كيك راه ماشي شي واحد اللي يعني كيف ما كتشوفوا راه انسان اللي بادي من الزيرو، خدام على راسو، تعلموا معاه بزاف ديال الناس ومازال كيتعلموا بزاف ديال الناس، والحمد لله خدامين معنا بزاف ديال الناس. واجيو مرحبا وسولوا الناس اللي خدموا معنا. اكبر التوجيهات ديالي راه هي النظافه هي الصرامه في اي حاجه. قدر الله وما شاء. كنقول هذا الشيء كما الله رزقني بحب الناس ورزقني بهذه السميه اللي ماشي غير على الصعيد مدينه الجديده، راه على الصعيد المغربي الحمد لله. راه كلشي كيعرف سيمون كيك، كيعرف داك الانسان اللي بدا من الزيرو، داك الانسان الحرفي اللي خدم وكابر باش وصل. نتوما كان كيبان لكم انا هذا الشيء اللي وقع نسالي حد هنا، كيبان لكم انني نسد المحل ولا شي حاجه، وكيبان لكم هذا القرار قسما بالله ما عندي شي مشكل، حيت كيما بنيت راسي هنا نمشي نبنيها في شي بلاصه اخرى. يعني حب ديالنا لهاد الحرفه هو اللي كيخلينا نضحيو وكيخلينا بزاف ديال الحوايج. مع العلم ان هذا الشيء ملي وقع ولا قبل كانت عندي واحد الفوبيا انني ما نقدرش نكمل في الدومين. علاش؟ حيت الدومين واحد الدومين اللي واخا دير اللي دير، واحد الفوبيا لانك شي نهار يقدر يوقع لك شي حاجه كتخاف. يعني كنخاف انا غدا يقدر يوقع لي شي واحد. الى درجه هذه الفكره وليت نقول مع راسي ما خصنيش نكمل في الدومين من اجل الصحه ديالي، من اجل مجموع من الاعتبارات، حيت الدومين فيه مجموع من الارتباطات بين الناس. واخا تبغي دير شي حاجه شي مره كيقدر عليك الله المكتوب، يقدر يكون على برا، يقدر يكون يعني ممكن الخطا. وهاد الناس اللي كاينين اللي خدامين في الدومين ديال المطاعم والدومين ديال الماكله راه مامنين بهذه المسائل كامله. انا اي واحد كيقول لي عنده دومين ديال الماكله نقول ليه احسن عوانك، يا ربي احسن عوانك، يا ربي يخرج السيرفيس ديالك على خير وبخير. وفي الاخير كنبغي نقول الابواب ديالنا مفتوحه للناس، مقهى العائله كيف كنسميوها، اللي كتجمع بين النساء والرجال، وهذا الشيء كتشهدوا به، وكتلقى عائله محترمه بدون مقابلات كره القدم. دائما كنسهروا على الراحه ديال الزبناء ديالنا، المعامله ديالنا، التوصيات ديالي للدراري كاملين نحترموا اي حاجه شي واحد ما عجبتوش حاجه نبدلوها.
ومرحبا بالملاحظات ديالكم، واي واحد بغى يجي مرحبا. كيف ما كتلاحظوا الباب ديال المخبزه ديما محلول، يعني ما كنخبيوش شي حاجه. اللي كيجي يتقدم من عندنا من الخبازه كيبان لي الباب ديال المخبزه، كيبان لي الناس خدامين. وحنا الحمد لله راه جميع الاجراءات ديال النظافه كنديروها عندنا مع الشركات. لا مثلا سرق زيت واحد وقسما بالله ما تلقاه في المحل. يعني اي حاجه كتبان لي انا غادي تكون اللي تخدم لمصلحه المحل كنديرها بسرعه. يعني الحمد لله هذا الشيء راه كنلمسوه. واي واحد بغى يجي يريح ونشرح ليه الموقف الكليان كامل مرحبا، ما كاين حتى شي مشكل. اي واحد اللي كيبان لي ان الامور ماشيه ليه، بابنا مفتوح، الفريق العمل حتى هو مفتوح. وكنبغي نقول لكم سمحوا لينا على اي حاجه، على اي حاجه اللي ما كنتوش مثلا اللي بانت لكم ماشي هذيك. ومرحبا بكم ومرحبا بالملاحظات ومرحبا باي حاجه، وان شاء الله القادم افضل مع سيموكيك. والله يسهل على جميع الناس اللي اي واحد دير هذا البروجي ديال الماكله، سواء في الجديده اللي تبارك الله كاين محلات في المستوى، يعني في المستوى، لا في المخابز لا في المطاعم. والله يسهل على اي واحد. والحمد لله يا رب تخلصني على قدر النيه ديالي، حيت هذه الهضره اللي قلت لكم انا كامله نقدر نكون نمثل وقدر نكون نعيش ذاك العالم ديال المثاليه. نبغي نبين لكم المثاليه، ولكن غنقول واحد الكلمه: يا ربي تخلصني على قدر النيه ديالي اللي هي اللي كيعلم بها الله سبحانه وتعالى. لا من ناحيه الحب الحرفه، لا من ناحيه انني كنبغي الخير الناس لاي واحد، سواء خدم معايا سواء الكليان سواء كونكيرونس. الله يسهل على كل واحد. كيف ما انا عندي اكراهات كيما الناس اخرين عندهم اكراهات، الواقع هو هذا. في الاخير قدر الله وما شاء. الحمد لله، والقادم اجمل ان شاء الله.